بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واصحابه اجمعين. في الحقيقه بتجيلي رسائل كتير من ناس بتبقى قلقانه واحلام متكرره انها بتشوف ان جوزها بيتجوز عليها. ساعات بتشوف ان جوزها بيتجوز عليها من واحده تعرفها. ساعات برضو بتشوف ان هي بتتجوز هي وجوزها وبيعدوا في سن الفرح او قاعدين في الكوشه. احيانا بتبقى عارفه الشخصيه اللي هتتجوزها اللي جوزها هيتجوزها، وساعات بتبقى مجهوله. ساعات هي كمان بتصحى من النوم مخضوضه انها حلمت انها اتجوزت واحد غير جوزها. تقلق تقول هو انا كده هتطلق، هو انا كده هسيب جوزي واتجوز واحد تاني. ساعات بتبقى نايمه وبتحلم ان في شخص معروف عارفاه دخل عليها الاوضه. تصحى من النوم مخضوضه. وساعات الشخص ده بيبقى مجهول ما تعرفوش، فبتبقى قلقانه من الرؤيه ديت. فانا قلت عشان كده لازم اعمل لكم الفيديو دوت عشان ان شاء الله كلكم هتخرجوا من الفيديو وانتم مستفيدين الرؤيه بتاعتكم وهتعرفوا تفسروا رؤيتكم باذن الله. واي حد محتار في الرؤيه يعمل اشتراك في القناه ويكتبها اسفل الفيديو وان شاء الله هنفسرها له. بتجيلي رساله دايما بتكرره ان انا حلمت ان جوزي هيتجوز واحده عليا. ده معناها ما تقلقيش ما تخافيش، مش معناه انه هيتجوز عليكي، ده بالعكس. الرؤية دي بتبقى جميلة جدا، معناها ان هو هيمسك شغل جديد او في رزق جديد داخل عليه. ده لو مجهولة. احيانا لو انت منتظرة حمل بتبقى بشرة ليكي بحمل بولد وهيكون نفس الشكل جوزك. طيب لو الواحدة دي انت عارفاها بس العلاقة من بعيد متقطعة او الاسم بس عارفة الشخصية وجالك الاسم. الاسم ده مثلا اسم سارة، اسم امل، اسم امنية. يعني الاسماء اللي هي بتبقى مبشرة بتبقى فيها بشارة باخبار سارة. اخبار سارة الفترة الجاية مش هناخد بالست ذات نفسها، لا ده احنا هناخد بالاسم. الاسم ده بيدل، طبعا ممكن اسامي تانية بتدل على انذار ان ممكن جوزك هيخش في مشروع هيفشل، او انتي لو داخله هتعملي عمليه حقن مهجري او اي حاجه وشفتي الاسم، يبقى احنا شفنا ما شفناش الست ذات نفسها، احنا شفنا هناخد بالاسم. الاسم ده ممكن يكون انذار وممكن يكون بشاره. بالنسبه للرجل، لو حلم ان هو بيكتب كتابك وهتتجوزوا من جديد، استعداد لمناسبة سارة، اما شراء حاجة جديدة، اما جوازة، اما حمل جديد، كتب كتاب، اما حاجة جديدة فيها عقود ورقية، فيها اخبار حلوة، عقد سفر، عقد شقة، عقد ارض. تاني حاجة، لو انتي حلمتي انك انتي اللي اتجوزت جوزك، لو انتي اللي اتجوزت جوزك يبقى المنام بيدل على ان شاء الله حمل ليكي بولد شكل جوزك. لو حلمتي انك انتي هتتجوزي واحد مجهول يبقى برضو بشارة ليكي بحمل بولد، بس مش هيكون في طباع جوزك ولا شكل جوزك. لو حلمت، لو هو اللي حلم ان هو اللي اتجوزك تبقى بشارة انك انت ان شاء الله هتجيبي بنوتة. يعني فاهمين الرؤية بتختلف ازاي؟ لو هو اللي حلم انه اتجوزك وقال لك الحلم تبقى بشارة له ببنوتة. لكن لو انت اللي حلمتي انك انت اللي اتجوزتي جوزك من جديد بشارة بحمل لكم. الجواز. طب امتى اقلق ان لو جوزي هيعرف عليا واحدة تانية؟ هتقلقي، خلي بالك ساعات الاحلام دي بتتكرر لما تكون الواحده قلقانه او شكاكه في جوزها، بيبقى حلم النفس والشيطان بيلعب في دماغها فبتبقى احلام شيطانيه، ما تاخدش ببالها الرؤيه دي خالص. لو حلمت امتى بقى اعرف ان جوزي هيعرف عليا واحده؟ لو حلمتي ان هو اشترى عربيه جديده، او حد قالك الحقي بصي ده جوزك اشترى عربيه جديده. الحقيقة أنا اتكلمت في حلقة كتير، في حلقة قبل كده على رموز الزواج أو رموز الخيانة الزوجية. الحقيقة رموزها كتيرة جدا جدا، طبعا مش هيسعني الحلقة إن أنا أشرحها. وعندكم الفيديو واللينك بتاع الفيديو، ادخلوا عليه وشوفوا رموز الخيانة الزوجية أو رموز إن جوزي إزاي هتجوز عليا من جديد. حلمتي مثلا من ضمن الرموز الجديدة إن جوزك اشترى قميص جديد بالتيكت بتاعه، لو بالتيكت بتاعه عرفي ان هو على علاقه بواحده او هي يتجوز من واحده بنوته ما سبقش لها الجواز قبل كده. حلمتي ان هو دخل وفتح الباب او انتي شفتي الباب له بابين،
الباب له بابين، اعرفي واحذري ان في جوازة تانية بتتم في الخفاء. آه، الحقيقة هي لو قعدت اتكلمت هي رموزها كتيرة قوي. عندكم في الحلقة، خشوا على القناة وشوفوا اللينك الحلقة، وان شاء الله هتستفادوا منه. اذا عجبكم الفيديو ما تنسونوش بلايك واشتراك في القناة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.